يا رب، إن في صوتي دعاء، وفي قلبي أمنية، وفي كياني ثقة بك، وفي شعوري راحة نفس، لأنني على يقين بمقدرتك وعطفك، بأنك ستأخذني لحياة أفضل. ولن أقول علمتني الحياة، فمنك قوتي وتفاؤلي واجتهادي، ومنك الطريق وإليك الطريق، ومن كتابك نتعلم، وعلى نهج نبيك نمضي بالحياة، فقربنا إليك يا رب. إلهي، بيدك الأمر كله، علمني أن أتنازل، وأن أسامح، وأن أتقاضى، ولا تجعلني سببا لضيق أحد. اللهم سخر لي من يكون لي عونا على ما أريد وما لا أريد من أمور الدنيا وأمور الآخرة. إلهي، وقفت دموعي تسيل، وقلبي ببابك باك ذليل، فذنبي كبير وزادي قليل، فمنا علي بعفو جميل. إلهي، وقفت دموعي تسيل، وقلبي ببابك باك دليل، فذنبي كبير وزادي قليل، فمنا علي بعفو جميل. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. وما يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. طريق الابتلاء معبر شاق، تعب فيه آدم، ورمي في النار الخليل، وأضجع للذبح إسماعيل، وألقي في بطن الحوت يونس، وقاس الضر أيوب، وبيع بثمن بخس يوسف، وعالج أنواع الأذى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت على سنة الابتلاء سائر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. والمصيبة حقا إنما هي المصيبة في الدين، وما سواها من المصائب فهي عافية، فيها رفع للدرجات وحط للسيئات، والمصاب من حرم الثواب. إلهي، وقفت دموعي تسيل، وقلبي ببابك باك ذليل، فذنبي كبير وزادي قليل، فمنا علي بعفو جميل. إلهي، وقفت دموعي تسيل، وقلبي ببابك باك دليل، فذنبي كبير وزادي قليل، فمنا علي بعفو جميل. أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين، وكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء
اللهم إني أستغفرك لكل ذنب نسيته فأحصيته، وتهاونت به فأثبته، وجاهرتك فسترته عليه، ولو تبت إليك منه لغفرته. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب توقعت منك قبل انقضائه تعجيل العقوبة، فأمهلتني وأسبلت علي سترا، فلم آل في هتكه عني جهدا. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب نهيتني عنه فخالفتك إليه، وحذرتني إياه فأقمت عليه، فقبحته علي فزينته لي نفسي.